ما هو أعظم أيام الدنيا ولماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جينا نفكر يا جماعة إيه هو أعظم أيام الدنيا؟ في ناس تعتقد إن يوم أو ليلة القدر، طبعا الليلة اللي نزل فيها القرآن وبينزل فيها سيدنا جبريل على الأرض والدعاء فيها مستجاب. فعلا ده يوم جميل ويوم عظيم جدا. في ناس تقول تاني لا، ده يوم عرفة، ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا وبيكون فيه أفضل الدعاء والدعاء فيه مستجاب. فعلا ده يوم عظيم. لكن تخيلوا بقى لما يخطرش على بالكم إن أعظم أيام الدنيا هو يوم عيد الأضحى. معقول؟ أيوة طبعا. ليه؟ أولا إحنا بنحيي سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي إيه؟ للذبح. طب ليه السنة دي جميلة جدا؟ لأنك أنت هنا بتفرح قلوب الفقراء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل العبادة. إيه هي أفضل عبادة؟ تخيلوا أفضل عبادة بعد ذكر الله سبحانه وتعالى إيه هي؟ إدخالك السرور على قلب مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في اليوم ده الأغنياء بيفرحوا ويملوا بيتهم بالخير ويفرحوا أهل بيتهم. ومش بس كده، بيفرحوا قلوب الفقراء، الفقراء اللي محدش حاسس بيهم يا جماعة. احنا هنا بنوزع التلت لأهل البيت والتلت الفقراء والتلت الأقارب. في ممكن يكون ناس ظاهريا يبدو أغنياء مستورين، ولكن هم في الحقيقة فقراء ما يقدروش يشتروا اللحوم دلوقتي أسعارها غليت جدا. فليا رجاء ونداء، يا ريت كل إنسان مستطيع إنه يربي بعض الحيوانات ويذبح ويوزع يا جماعة. يا ريت طول السنة تكون أيام عظيمة. ليه يكون عندنا أرض، يكون فلاحين عندهم أرض زراعية ويقدروا يزرعوا حبوب ويربوا حيوانات، ومع ذلك ما بيربوش، قاعدين كده زيهم زي اللي ما عندوش حاجة خالص، كأنهم فقراء مستنيين حد يجيب لهم كيلو لحم. دي ظاهرة مش كويسة جدا. يعني كل الناس في العالم اللي عندهم أراضي أو عندهم حشائش أو عندهم أي حاجة بيربوا حيوانات وبيطعموا. طبعا الخير ده بيكون ليهم هم، ما بيوزعوش. لكن احنا سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا خص بيها أمة محمد. طبعا ربنا لما اختار سيدنا إبراهيم عليه السلام وخلاه خليل الرحمن وخلاه أبو الأنبياء، ده مش من فراغ، ده من الخير اللي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام بيعمله. تخيل سيدنا إبراهيم اللي هو كان يعتبر مهندس وكان بنى، اللي بنى الكعبة ما اكتفاش بأنه كان بنى وأنه بنى الكعبة وبس، لا ده كان بيربي الأبقار، بيربي الحيوانات، كان مالي بيته بالخير وبيوزع الخير ده. لما جاله الملائكة يبشروه بسيدنا إسحاق عليه السلام جري جري وجاب عجل مشوي. تخيل ضيوف جايين لك بيتك أول مرة ما تعرفهمش، احنا آخرنا كوباية شاي، كوباية عصير، قطعة كيك حلوة قوي، ناس ما أعرفهمش وأروح أجيب لهم عجل مشوي. ده شيء جميل جدا جدا ويدل على إنسان غاية في الكرم. عشان كده ربنا اختاره. ربنا لما بيختار ما بيختارش أي حد، بيختار الصفوة، بيختار الناس اللي بيحبوا الخير وبيساعدوا على نشر الخير. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وصلى الله على سيدنا محمد آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.